يا مساء الهنا والسعادة على أحلى متابعين لقناة حلو وحادي مع مريم. وحشتوني كتير جدا جدا. إن شاء الله النهاردة نخزن معاكم القرع أو اليقطين بطريقتين حلوين جدا. هقولك الطريقتين بالتفصيل، والطريقة اللي تعجبك اعتمديها واعمليها. وكلنا عارفين دلوقتي في الموسم بتاعه، طبعا بعد كده بنشتريه بأسعار غالية جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي. معايا هنا حباية من القرع أو اليقطين، تكون طويلة، ما تكونش ان هي مدورة، علشان بيبقى فيها فراغ كتير جدا. لكن لما تكون طويلة كده بيبقى اللحمة بتاعها كتير. بجيبه بشيل الحتة الناشفة كده بالسكينة علشان بس ما نتعورش، وبعد كده بشقها بالسكين نصين، واشيل الحتة اللي من تحت دي كمان بالشكل ده. وبعد كده بروح اسمها بالنص. طبعا انت التقطيع ده حسب رغبتك. قدامك حل من الاتنين، يا اما تقطعيها صوابع بالشكل ده، وبعدين نشيل الالياف بتاعتها، او تخليها كده وتجيبي المعلقه وتشيلي الالياف بتاعتها بالمعلقه. المعلقه بتسهل عليكي الموضوع. طبعا اللي يريحك في طريقه التنظيف اعمليها. بس انا عايزه اقولك لو نضفتها بالشكل ده هتنضف معاكي في ثواني، يعني ممكن تعملي كميه كبيره جدا بسرعه. شايفين ما خدتش معانا وقت خالص. كده خلصناها. وهوريكم النص التاني برضو. النص التاني ممكن نقطعه كده صوابع، وبعد كده ننضفه. طبعا ليكي حريه الاختيار. والنص التاني انا هقطعه بالالياف بتاعته. تمام. وهوريكم برضو ننضفه ازاي. طبعا احنا عارفين كلنا شطار، لكن انا بكلم الناس اللي لسه مبتدئه وعايزه تقشرها. هنقشرها بالشكل ده. هنشيل الالياف بتاعتها بالشكل ده. تمام. وهنقشرها من الجنب التاني، وهيبقى الموضوع ان شاء الله سهل معانا. بس لازم تكون السكينه بتاعتك حاميه علشان ما تتعورش. ونعمل واحده تانية مع بعض. انا حبيت اخليها لكم كده بالالياف بتاعتها علشان اوريكم طريقه التقشير. ما تقلقيش، طريقه سهله جدا. طبعا الناس اللي بتحب القرع فحابه تخزنه، فهقولك على طريقتين ان شاء الله هيعجبوك. وهخلص الكميه كلها بتاعتي بالشكل ده، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص انا خلصت كميه القرع او اليقطين بتاعتي كلها صوابع بالشكل ده. تمام. وبعدين نجيب البلانشة بتاعتنا ونقطع عليها مكعبات حسب المكعبات اللي انت عايزاها، كبيرة صغيرة طبعا اللي يريحك. بس حاول تخليها قد بعض علشان في السوا تستوي كلها سوا واحد. ولو في حاجة كبيرة بنقطعها بالشكل ده. وبخلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. كده خلاص انا خلصت كمية القرع بتاعتي. طبعا قطعتها كلها بالشكل ده. وهجيب بس بولة نفضي فيها الكمية اللي احنا هنخزنها مع بعض. احنا دلوقتي هنخزن اول طريقة من القرع او اليقطين. ودي سهلة جدا، بس تقريبا كل الناس مش بتحبها، لان كل الناس بتشكي منها وبتقول ان هو لما تيجي تستعملها بيبقى ليها ريحة في الاكل. انا عايزه بس هنا اقولك على معلومه صغيره. الحاجه لما بتدخل التجميد طبعا الانسجه بتاعتها بتتغير، فلازم من الفريزر على الحله على طول. تمام. انا هنا خدت نص كميه القرع وهنخزن بيها الطريقه الاولى. يا دوب احنا قطعناه، والطريقه دي سهله جدا. وهنجيب اكياس ثلاجه وهنحط فيها الكميه اللي هنستعملها. طبعا كل واحد حسب الاستعمال بتاعه، بيحب كميه كبيره كميه صغيره براحته. وافضل اكياس من الهواء، وبعد كده اربط الكيس بتاعي. كده انا خلصت الطريقه الاولى، وزي ما قلت لكم سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. كل اللي عليكي هتاخديها بس من الفريزر على الحله على طول، علشان لو سبتيها تفك هتسود منك وطعمها مش هيبقى حلو خالص. كده خلصنا الطريقه الاولى، ونشوف الطريقه التانية بتاعتنا هنعملها ازاي. طريقه سهله جدا وبسيطه. ودي نص كميه القرع التانية او اليقطين. هنجيب حله. تمام. وبعدين دول 2 كيلو، يعني دول 2 كيلو من القرع. هنجيب حلة ونحط فيها القرع بتاعنا، وبعدين نضيف عليه السكر. هنا انا معايا 2 كيلو من القرع، هحطهم 300 جرام من السكر، يعني كوباية الا ربع لكل كيلو، وهيكون معاكي مظبوط جدا. لكن لو حطيتي لكل كيلو كوباية من السكر هيبقى سكره عالي جدا ومش هتقدري تاكليه.
تمام. يا دوب انا بقلبه بس كده. ممكن تسيبيه من بالليل لحد الصبح زي المربى، او لو انت مستعجله ترفعيه على طول على النار. انا هنا رفعته على طول على النار، وما تقلقيش هينزل ميته، والكميه هتنزل معاكي جامد جدا. هسيبه هنا على نار هاديه لحد ما ينزل الميه بتاعته، هرجع لكم. خلاص انا هنا بدأ القرع بتاعي ينزل المية بتاعته. شايفين الكمية قلت ازاي؟ وكمان لسه هتقل كمان تاني عن كده. من الوقت للتاني هتقلبي فيه بس كده لحد ما يوصل للسوى اللي احنا عايزينه. وكل شوية من وقت للتاني هتقلبي فيه. وهوريكم دلوقتي كمية المية اللي نزلت منه. شايفين احنا هنا بنرفعه بدون مية، محدش يحط مية لان هو فيه كمية مية عالية جدا. شايفين المية اللي جابها قد ايه؟ طبعا احنا مش هنرميها، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه بس بعد التسوية. كده خلاص القرع يعتبر دخل السوا. هنسيبه شوية كمان وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. القرع كده استوى معانا. بنجيب المصفى بتاعتنا، لازم نصفيه من الميه بتاعته علشان نخزنه. تمام. هنجيب بس المغرفه بتاعتنا وهنصفيه في المصفى، وهقول لكم الميه هنخزنها ازاي والقرع هنخزنه ازاي. هشيل كل الكميه واصفيها كويس جدا من الميه، وهوريكم الميه دلوقتي حالا. وبعد ما تصفى القرع معانا من الميه، لازم يصفى معاكي كويس جدا من الميه. ودي الكميه اللي نزلت منه هنحتفظ بيها طبعا، مش هنرميها لان عند الاستعمال بنحط منه سواء كنا هنعمل مهلبيه او هنعمل بيها صينيه قرع. وبعد ما برد معايا القرع حطيته في علبه بعد ما صفيته من الميه بتاعته، واغطيها واحطها في الفريزر. وهحط معاه الميه بتاعته. عند الاستعمال هاخد كوبايه من اللبن، وهاخد كوبايه من ميه القرع، وهعمل سواء كان مهلبيه او صينيه. دي الطريقه الاولى اللي احنا خزينا بيها القرع بتاعنا. ودي الطريقه التانية. جربوا الاتنين، واللي يعجبكم قولوا لي عليه واكتبوا له في الكومنتات لو في اي حاجه. الطريقه التانية طبعا هتكون سهله جدا لان كل حاجه جاهزه، في ثواني هتكون عامله الحاجه بتاعتك. وبكده خلص الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت محفز زيك كده حلو علشان يشجعني. واستنيني ان شاء الله هعمل معكم صينيه القرع بالمهلبيه ان شاء الله تعجبكم جدا. واقول لكم دلوقتي باي باي.